ليلة من ليالي تحدي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وتحدي الكونغو أو ملعب الموت في مازيمبي أو مباراة مازيمبي في الكونغو في سيمي فاينال دوري أبطال إفريقيا مباراة الذهاب، واللي الأهلي قدر إنه يحقق نتيجة سلبية رغم إن الأهلي كان ممكن يطلع بنتيجة إيجابية ومش يكون كمان تعادل إيجابي. لا يا معلم، كان ممكن الأهلي يطلع بفوز عادي جدا، ولكن هنا بقى جايين نعمل حلقة على ولكن دي. ولكن قبل ما اخش فاسمع مني الكلمتين دول: ما تقعش في غلطة ان انت تخلي مدير فني كبير زي مارسيل كولر وتكون انت سبب من الاسباب انه يمشي، لانك هتندم عليه. انا كواحد معترف بشكل كبير ان مارسيل كولر راجل مدرب كبير. الراجل ده يا جماعة لو قلت لك بروفيسير يعني هتكون قليل جدا على قيمة الراجل ده. الراجل ده فعلا قادر ان هو يقود الاهلي بشكل كبير جدا ويقود اي فريق يقوده عادي. الراجل ده بيحاول على قد ما يقدر ان كل مرحلة لو هي المرحلة دي صعبة فبيحاول يطلع منها بأقل الخسائر. فالوقت الحالي الاهلي بيغيب عنه عناصر مؤثرة في كل مركز. مركز حراسة المرمى عندك الشناوي، ولكن مصطفى شلبي النهارده اللي بيتألق بشكل كبير جدا وبيقدر يحرس الاهلي في اكتر من 5 اهداف حقيقية. فما شاء الله عليك يا شوبير. النهارده بنشوف رامي ربيعه رغم تاثير ياسر ابراهيم بشكل كبير. ياسر ابراهيم انت بتتكلم غياب مؤثر، امام عاشور، ديانج، تتكلم في حسين الشحات، بتتكلم في لعيبه مؤثره بشكل كبير. فانت اوعى تخسر قيمه كبيره زي مارسيل كولر. نرجع بقى لحته ولكن الاهلي النهارده اللي بيتعادل 0-0. شوف النهارده التشكيله يا معلم: شوبير، هاني، منعم، ربيعه، معلول، 3 في نص الملعب. معلم كولر قادر الراجل فعلا انه يمسك الجيم وعارف هو رايح يعمل ايه. انا مش رايح عشوائي. اكرم توفيق رغم انه بعيد ولكن النهارده بيقدر يكون متواجد، ويمكن من وجهة نظري انا انه الانسب في مباراة زي كده ان انت يا معلم مش عاوز تغامر. انت يا معلم مش رايح علشان تهاجم في ملعب زي كده او في ملعب يعتبر كل كورة تشليت. حرفيا تشليت شلتها وعديها وربك يعديها بعدين، شلتها واديها. فهو حرفيا ملعب مازيمبي هو يا معلم عاوزك ان انت تكون تمركزك قوي جدا وصحيانك فوقان عالي جدا في الحته الدفاعيه. فهنا اكرم توفيق من وجهه نظري انا المناسب او الانسب في مباراه زي كده. النهارده كوكا متواجد، النهارده السوليه متواجد، ثلاثي الهجوم تمام قوي. رضا سليم، تتكلم في عبد القادر، تتكلم في وسام ابو علي، سرعات يا معلم لان هو ده الصح. انت بتلعب على الكاونتر اتاك، والنهارده بتشوف في اول 20 ثانيه وسام ابو علي كان ممكن يسجل هدف عادي جدا بدماغه لولا التوفيق وسوء التوفيق وعدم يعني توقعه لكرة زي كده ان هي ممكن تعدي. حتى لما هي عدت وجه راسه او وجه الكرة بشكل خاطئ، هو لو كان واقف اصلا خبطت في بطنه كان دخل الجون. الكاونتر اتاك اعتمادك على سرعات عبد القادر ورضا سليم، معلم الراجل عارف هو بيعمل ايه. مستحيل تلعب في مباراه زي كده مثلا بمودست، مستحيل. ولا الطاهر محمد طاهر اللي ما عندوش حلول بيخبط وبس، ولكن عندك عبد القادر له حلول، عمل مباراه النهارده كويسه. رضا سليم نفس الكلام، بيحاول يدخل في نص الملعب وبيحاول يعمل زياده دفاعيه في وقت من الاوقات في نص الملعب، انه بيحاول كمان في ظل ان فريق مازيمبي بيحاول انه يلاقي حلول من العمق. لا يا معلم، هتلاقي رضا سليم نازل عامل رابع عادي جدا جنب كوكا وجنب السوليه وجنب اكرم توفيق، وهو ده الصح. العكس صحيح كمان عند عبد القادر. فانت بتتكلم النهارده تحضيرا لكولر لمباراه زي كده شايفها ممتازه الحقيقه. الاهلي في بعض الاحيان كان يقدر انه يسجل هدف عادي بكره من كورتين وسام ابو علي، عبد القادر، رضا سليم، حلول من تحت، السوليه، كوكا، كان يقدر يسجل هدف كرة. يعني زي ما قلت لك ان ملعب زي ده يا معلم هو ملعب تشليت. شلتها وعديها وربك هيعدي، او شلتها واديها وربك يعديها. حرفيا شلتها واديها وربك يعديها في ملعب زي كده. فانت النهارده كنت بتلعب بالطريقه دي، وفريق مازيمبي نفس الكلام، لان الملعب مش هيساعدك ان انت تلعب كوره. النجيل الصناعي، حتى النجيل الصناعي مش نضيف، والكرة بتطب بشكل كبير عشان تلعب كرة على الارض وسريعه.
فين وفين لما تعمل حاجه زي كده. فمن وجهه نظري انا مباراه كبيره جدا من مارسيل كولر. واحد يقول لي طب هو ما كسبش ليه؟ هقول لك هو الراجل مش هينزل يجيب جون. هو الراجل عمل كل حاجه في شغله، انت بقى كلاعب شغلك انت فين؟ فهو مارسيل كولر مش هينزل يقول لوسام ابو علي لا وجه دماغك كده وهات جون. مش هينزل يقول لعبد القادر الارتو في البعيده او في الضيقه، مش هيقول. او مش هينزل هو يلعبها، لا هو يا معلم الراجل حاطط تشكيله، الراجل شغال على المباراه بشكل كويس جدا، وده كان واضح النهارده في مباراه مازيمبي. ولكن الفوز دوت او عدم الفوز ده يا معلم توفيق وسوء توفيق، وهي دي كره القدم. ولكن النهارده من وجهه نظري نتيجه ايجابيه للاهلي، لان فريق مازيمبي هيجي القاهره في مباراه الحسم. انا عايز اقول لك ان شاء الله الاهلي هيديهم 3 على الرايق وعلى هادي، حرفيا ان شاء الله. لان فريق مازيمبي من الفرق اللي في الوقت الحالي او في كام سنه اللي فاتوا، سواء كان ما كان في الكونفدراليه او دوري الابطال، دايما بره ارضه غير جوه ارضه. حتى جوه ارضه ما بقاش شرس. سيبك من مباراه سان داونز اللي كسبه في دور المجموعات عادي، فريق سان داونز ما بقاش بالقوه بعد ما كسب السوبر الافريقي، ما بقاش بالقوه اللي احنا كنا عارفينها. عادي انت ممكن الاهلي دلوقتي يكسب عادي سان داونز عادي. ولكن انت كفريق الاهلي هنا مازيمبي، انت يا معلم في وسط 50,000 متفرج هتنزل تدقه على هادي خالص 3-4. فباذن الله اي نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي بفوز حتى لو 1-0 يضمن الاهلي الصعود رسميا الى فاينل دوري ابطال افريقيا. واللي ان شاء الله ده كمان يحصل باذن الله، وجمهور الاهلي يفرح باذن الله في صعود الاهلي الى فاينل دوري ابطال افريقيا. كفايه عظمه لحد كده، واوعى حد يشككك في مديرك الفني اللي هو مارسيل كولر، لان من وجهه نظري والله المدرب ده كبير ورايق وعارف هو بيعمل ايه، وشغال بشكل كويس جدا، مش واحد جاي ياكل عيش وياخد دولارات ويمشي. كفايه عظمه لحد كده. سلام.